ستلعب هذه الركنية عن طريق اللاعب لايوس، ترفع هذه الكرة والهدف الأول. الهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل. لايوس في الربع الساعة الأولى بضربة رأسية على يمين حارس المرمى المادي الأحرار. سنتابع الإعادة. من ارتقى مع لايوس؟ هل لايوس كان وحده؟ عموما لايوس الظهير الايسر. ضبط هذه عينكم على لايوس هنا في الارتقاء، هنا في الارتقاء وسط المدافعين. شوف لايوس هنا يا بابا، انت كنت تراقب لايوس يا بابا، انت كنت تراقب هنا. تخلص من بابا وكان وحده برأسية، ولا واحد ضغط عليه ولا واحد راقبه. يفقد توازنه. لا زالت مغربية. بداية الرد ممكن الآن. البينية ممتازة. اضرب جول! عالمي يا صابر يا بوغرين، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد. حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات اللقطة، هات شوف لمتعة العين. لمسة صابر، لمسة العالمي صابر في لقطة عالمية. صابر في تسديدة من الطراز العالي. هكذا على الطاير، هكذا على الطاير. حتى في الشباك وجيب يا ضيوف، جيب عندك في الشباك يا ضيوف. شوف الصورة، للمتعة باليمنى قوية. هدف عالمي كيف لا. وصابر بوغرين يلعب للعالمي. انه الرجاء الرياضي. اللمسة والتسديدة بقوة في الزاوية البعيدة. يا سلام، صدقني يا مخرج المباراة، صدقني يا مخرج. سلسلة ركلات الترجيح التي سيبدأها القائد ربيع حريمات. طبعا هو المتخصص رقم واحد، هو اللي عادة ينفذ الركلات، وبالتالي طبيعي سيكون أول من سينفذ الركلة الترجيحية. ربيع حريمات وديوف في انتظار تلقي الإشارة. نعم، ربيع حريمات يأخذ وضعية التسديد. ربيع حريمات إشارته. ربيع حريمات يتقدم. ربيع يسجل. برافو ربيع. اختيار موفق على يسار حارس المرمى. إذن 1-0 تقدم للمنتخب المغربي. الآن دورك يا الأحرار، دورك يا المهدي. أعطينا واحدة يا الأحرار. هنا التقدم عن طريق طبعا اللاعب السنغالي دياي المدافع الأوسط. الحرار في مواجهته. هذا هو دياي، يضع الكرة في نقطة الجزاء. المهدي، يلا يا المهدي، ننتظرك في الكرة الأولى، في التصدي الأول إن شاء الله. دياي يطلق الإشارة. دياي والأحرار، دياي تضرب في العارضة. الكرة تضرب في العارضة. نعم، هنا الحظ وقف بجانبك يا المهدي الأحرار. الكرة الأولى السنغالية الضائعة مشاهدينا الكرام بهذه الصورة. نعم، الحارس مشى للجهة اليسرى، ثم بعد ذلك الكرة كانت عالية، ضربت في العارضة وخرجت. 1-0 مشاهدينا الكرام. ننتظر اللاعب الثاني الذي سيسدد الركلة. اللاعب الثاني أسامة المليوي. يسعى للتنفيذ. المليوي يطلق الإشارة. المليوي يتقدم. أسامة يسجل. برافو أسامة بتركيز عالي جدا. يفعل كيف لا الهداف، اللاعب المميز لفريق الثاني الأهداف. يلا يا الأحرار، يلا، واثق فيك يا الأحرار، واثق فيك إن شاء الله يا الأحرار. الأحرار هل يحررنا من الضغط؟ السنغالي. إذن الركلة الثانية في هذه اللحظات
سيس حكم يعطي إشارة التنفيذ. يلا يلا حرار، يلا يلا حرار، هادي في الشباك. شال الهدف الأول للمنتخب السنغالي، تقريبا حتى في منتصف المرمى، حتى في من صاحب الركلة الثالثة الآن. الركلة الخامسة كل ما زاد الضغط أكثر، كل ما زاد الضغط أكثر. الحكم يطلب وضع الكرة في النقطة. أيوب خيري يسعى للتنفيذ. خيري في الركلة الثالثة أمام ديوف. خيري وديوف. إذن خيري يسعى للتنفيذ. خيري وديوف. خيري يتقدم. خيري سجل. نعم يسجل، برافو. الركلة الثالثة ناجحة. يلا أعطي، قربنا يا الأحرار. يلا هذا التصدي، أريد تصدي واحد فقط، أريد تصدي واحد فقط. سيس المدافع هو من سينفذ. يلا واثقين فيك يا الأحرار في هذه، واثقين فيك يا الأحرار في هذه. سيس يأخذ وضعية التسديد الآن. سيس والأحرار. سيس يتقدم، سيس يتقدم، سيس يتقدم، سيس والأحرار. أخرى طبعا الوجهة كان صحيحة، اختار الوجهة لكن قوة متعبة. ركلات الترجيع على مستوى الديني، لا بالنسبة للاعبين أو المتفرجين أو المعلقين. أنس الباش، أنس باش الآن يستعد للتنفيذ. أنس يتقدم، أنس يسجل بقوة. تتصدر هذه إن شاء الله انتهى كل شيء. هذه الإعادة حطها في منتصف المرمى بقوة أنس الباش. برافو 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 أنس. يلا تصدي المباراة يا الأحرار، تصدي الختام يا الأحرار. لحظة تنفيذ عن طريق اللاعب با يطلق الإشارة. با يتقدم الآن باليسرى. با الأحرار يترقب، الأحرار ينتظر. با يمشي با الآن، يمشي با الآن، يمشي با الآن، يمشي با يضع في الشباك، يوضع في الشباك. المنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه الإعادة. الحارس في جهة والكرة في سينفذ. لم أتأكد من ذلك. ميري، فعلا ميري من سيتقدم لتنفيذ هذه الركلة. مشاهدينا الكرام، يوسف ميري، يوسف ميري الآن، يوسف ميري، يوسف، وانتهى كل شيء. مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي يتأهل رسميا للمشهد الختامي للمباراة النهائية بعد لقاء ماراثوني ولقاء طويل ولقاء متعب ولقاء الأعصاب ولقاء الضغوطات، لكن كنا واثقين بأن أسود الأطلس سيأتون ببطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية. برافو شباب، هنا بقوا مركزين تماما، ظلوا مركزين حتى الرمق الأخير.